خليناها في الحلقة اللي فاتت مع العسكر النقالزة والعسكر الفرنسيين هاربين باتجاه باريس والماكينة الألمانية تبعهم. هذا الانسحاب اللي تيتسمى الانسحاب العظيم ماتوا فيه بزاف، واللي حس بالضربة أكثر هما النقالزة لأن كان عندهم جيش صغير. قلنا أن القائد ديال القوات الفرنسية جوزيف جوفر ما كانش مخلوع من التوغل ديال ألمانيا في فرنسا، حيت البلان ديالو كان هو يعطل الألمان شحال ما قدر باش الرواسة يقدروا يدخلوا لبرلين من الشرق ويهزموا ألمانيا. الرواسة اللي فاجئوا كل شيء حيت وصلوا بالزربة للحدود الألمانية، تا واحد ما كان متوقع هاد السرعة اللي تحركوا بها الرواسة. بعض المؤرخين تيفسروا هاد السرعة ديال الرواسة بأن روسيا كانت باغية الحرب تنوض وكانت موجدة ليها. الرواسة كانوا ديجا حاطين جزء كبير من الجيش ديالهم في بولونيا، فمن ناضت الحرب ما احتاجوش يجيبوا العسكر من جميع المناطق في روسيا، كان داكشي واجد قريب. إذا قبل ما نشوفوا تتمة الأحداث في الجبهة الغربية نديروا طليلة على الجبهة الشرقية. الرواسة كانوا فعلا وصلوا لألمانيا وبداو تيهجموا على القرى والمدن اللي قريبة للحدود. المشكل ديال الرواسة هو أنهم عندهم جيش لا راس لاساس مرون، لا نظام لا ديسيبلين لا استحمص. وهاد القضية كانت ديما عند الرواسة على مر التاريخ، يعني في بداية أي حرب تيكونوا لا علاقة كارثة، ومع مرور الوقت تيبداو يقادوا ويصوبوا تيوليو جيش واعر. في البداية الحرب العالمية الثانية الرواسة وحلوا غير مع فنلندا اللي والو مرمداتهم، ولكن في نهاية الحرب العالمية الثانية كان عند روسيا واحد من أعظم الجيوش في العالم. قلنا في الحلقة اللي فاتت أن هيلموت فون مولتكه رئيس أركان الجيش الألماني صيفط جوج ديال الجنرالات اللي كانوا في الجبهة الغربية، صيفطهم للجبهة الشرقية من شاف أن ألمانيا ما يقد عليها حتى واحد في الغرب. هاد جوج جنرالات اللي صيفط فون مولتكه هما باول فون هيندنبورغ والأسطورة إيريش لودندورف، داك اللي كان عنده دور بطولي في معركة لياج. هيندنبورغ ولودندورف وصلوا للجبهة الشرقية، تلاقى بهم واحد الضابط سميتو ماكس هوفمان. هاد ماكس هوفمان كان واحد النمس استراتيجي واعر، داكشي علاش كتب التاريخ تتهضر عليه واخا هو غير ضابط ماشي جنرال ولا شي حاجة كبيرة. ماكس هوفمان اللي دوز الوقت ديالو كامل في الجبهة الشرقية بدا تيشرح لهيندنبورغ ولودندورف الوضعية. قال لهم الرواسة وصلوا لألمانيا بنص مليون ديال العسكر. الجيش الألماني اللي غادي يواجههم 175 ألف، يعني 500 ألف ضد 170 ألف. الرواسة مقسمين الجوج ديال الجيوش، الجيش الأول والجيش الثاني. المنطقة اللي تتحركوا فيها هاد الجيوش منطقة عامرة بالودان والغابات والمستنقعات، يعني صعيب يعاونوا بعضياتهم من تنوض المعمعة. القضية المضحكة واللي تتبين الفضيحة ديال الرواسة في هذا الوقت هو أن الألمان كانوا تلتقطوا الرسائل ديال الراديو ديال الرواسة. مصيبة. الرواسة كانوا تيصيفطوا لبعضياتهم بريات بلا كود. زيد على هذا أن الألمان كانوا قتلوا شي ضابط روسي ولقاو في جيبو الخطط العسكرية الروسية. مشاكل. الكم ديال المعلومات اللي كانت عند الألمان كان كبير لدرجة أن الألمان براسهم بداو يشكوا ياك ما الرواسة دايرين لهم شي خدعة ولا داكشي معيق. باش الرواسة يكملوها ويجملوها، القائد ديال الجيش الأول والقائد ديال الجيش الثاني ما تيحملوش في بعضياتهم الشعرة، تيكرهوا بعضياتهم. هاد الشي كامل كانوا الألمان عارفينه، وكانوا عارفين الخطة ديال الرواسة شنو هي. الخطة الروسية
هي أن جيش يمشي من الشمال وجيش يمشي من الجنوب ويشدوا الجيش الألماني بحال اللقاط، بحال الكماشة. يعني هاد جوج جيوش غادي يتفرقوا على بعضياتهم، وبين هاد الجيش وهاد الجيش كاينه هاد الطبيعة الصعيبة اللي هضرنا عليها، يعني ما غاديش يقدروا يعاونوا بعضياتهم. لافونتاج الاخر اللي عند الالمان واللي تيبين التفوق التقني ديالهم هو انهم كانوا تيستعملوا طائرات استطلاع، كانوا تيستعملوا تسيبيلين، تيشوفوا الرواسة اش تيديروا من السماء. الالمان عاوتاني كانوا تيعرفوا الجغرافيا ديال المنطقة احسن من الرواسة لان بلادهم. شنو هي الخطة الألمانية؟ الخطة هي أنهم يتسناو تيتفرق الجيش الروسي الأول والجيش الروسي الثاني ويهاجموا كل واحد فيهم بوحده. هنا غادي يحلوا المشكلة ديال التفوق العددي. اللي غيعاون الألمان في هذه الخطة هو أن الرواسة ما فراسهم والو، ما عندهم حتى معلومات شنو الألمان تيعرفوا عليهم وشنو تيوجدوا لهم. الرواسة غاديين عميين. الألمان بداو بالزربة تيوجدوا الطرقان، تيوجدوا المواقع ديالهم، تيوجدوا المصايد باش يضربوا الجيش الثاني الروسي بالقيادة ديال سامسونوف. سامسونوف بحال الهبيل غادي شاد الطريق ما عارفش اش تيتسنى. سامسونوف طاح في المصيدة. أول جروب ديال الرواسة تلاقاو مع جروب ديال الألمان فاهمين الفيلم، الرواسة ما فاهمين والو. الألمان بداو تيقتلوا فيهم، الرواسة عطاوها التعالق راجعين للور. سامسونوف يلاه بدا يفهم، عاقب القضية حامضة بغا يدير انسحاب، لقى فات الفوت. الألمان داروا على الرواسة وقطعوا عليهم الطريق ديال الانسحاب. العسكر الرواسة شداتهم الخلعة، تفعفعوا تزعزعوا، ما لقاو فين يعطيو الراس. شي وحدين بداو تيلوحوا السلاح وتيجريو بحال الحماق. سامسونوف دخلوا الهلع، بدا تيويل، تزاد عليه الحال. شويه ناض، مشى دخل الغابه، تخبى وسط الشجر وقتل راسو باش ما يوليش اسير عند الالمان. الالمان شدوا الجيش ديال سامسونوف دبحوه. هاد المعركه اللي تتسمى معركه طاننبرغ واحد المجزره من اقبح المجازر اللي غادي تعرفها الحرب. 78 ألف روسي تقتلوا، 100 ألف أسير تشد، يعني تقريبا الجيش الروسي الثاني كامل مشاخلة. زيد على هذا أن الألمان خداو للرواسة الأسلحة كاملة ديالهم. الألمان احتاجوا 60 تران باش يترونسبورتيو الغنيمة كاملة لألمانيا. الخسائر في الجانب الألماني كانت قل من 20 ألف. داكشي اللي كانت ألمانيا باغية ديرو في الجبهة الغربية أنها تسالي مع فرنسا بالخف، صدق في الجبهة الشرقية مع الرواسة. بقى الجيش الأول الروسي بالقيادة ديال باول فون غيننكامف. وخا قدر هاد باول يسلك الجيش ديالو شوية، النتيجة كانت تقريبا هي الألمان طحنوا الرواسة. الألمان بين عشية وضحاها وبطريقة خيالية ومخيفة قضاو على الخطر الروسي تماما. نرجعوا دابا للجبهة الغربية. عقلتوا على الاستراتيجية ديال فرنسا وبريطانيا في الجبهة الغربية؟ نعطلوا الألمان باش نعطيو فرصة للرواسة يدخلوا من الشرق وياخدوا برلين. إيوا دابا ولاو عوالين على النبق. استراتيجية ما صدقاتش. فرنسا وبريطانيا خصهم يعولوا دابا على من؟ على راسهم. ما كاينش اللي غادي يعاونهم، خاص يترجلوا ويواجهوا الألمان. المعاناة والويلات ديال الحرب غادي تبدا تبان مزيان في المواجهات اللي جايين، وغادي تبدا تبان العبثية ديال هاد الشيء كامل. كاين واحد المقولة مشهورة ديال ستالين تيقول أن الموت ديال إنسان واحد مأساة، والموت ديال مليون واحد مجرد إحصائية. يعني الموت غادي يفقد المعنى ديالو
من يوليو الناس تيوليو كفته بالالاف يوميا. الناس اللي عاشوا الحرب وما ماتوش عاودوا لينا سنوات من بعد الحرب على داك الشيء الرهيب اللي شافوه بعينيهم، اشياء ما تيصدقهاش العقل وما يقدر حتى انسان يتحملها لان فوق الطاقه ديالنا. في وقت الحرب ما كانوش تيقدروا يقولوا لنا الحقيقه، حيت حتى دوله ما تبغيش الشعب ديالها يعرف على جهنم اللي نايضه. فمن بعد الحرب بداو المعلومات تيخرجوا للنور. من بين الناس اللي عاشوا الاحداث ديال الانسحاب العظيم، الحلفاء اللي هاربين باتجاه باريس والالمان اللي تابعينهم، واحد الصحفي بريطاني سميتو فيليب جيبس. هاد السيد كتب كتاب بعد الحرب من اشهر الكتب اللي تكتبات على الحرب العالميه الاولى. الكتاب سميتو Now It Can Be Told. ترجمه تقريبا هي دابا نقدروا نعاودوا شنو وقع. جيبس تيعاود لينا على هاد المأساة الإنسانية اللي ما نقدروش نتخيلوا الحجم ديالها إلا ما عشناهاش. مئات الآلاف ديال الناس هاربين، الناس تيموتوا بالجوع، فين ما مشيتي بنادم ملاوح، ها اللي مقطع ها اللي محروق، الريحة ديال الخنز ديال الموت والدم والأمراض تتخرج من كل بلاصة. الدراري الصغار تيبكيو بالخلعة بالجوع، الناس الكبار تيطيحوا بحال الدبان، حتى البلاصه فين تحط الجوتات ما كايناش. وتسونامي ديال الناس تيجيو بعشرات الالاف، موجه مرموجه هاربين من الالمان. فيلم ديال الخليع، تراجيديا بشريه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. واللي تيخلع اكثر هو ان هاد المأساة يلاه بدات في هاد الوقت، مازال ما شفناش الصوره كامله. بعض المؤرخين تيطرحوا واحد السؤال يستحق نفكروا فيه: واش ماشي من الأحسن كون ألمانيا ربحت الحرب بالزربة؟ اش غيوقع كاع؟ المكانة ديال ألمانيا في أوروبا غادي تزيد شوية وصافي. واش هكا ماشي حسن من الفيلم ديال الرعب اللي جاي؟ تصور أن الملايين اللي غادي يموتوا ما يموتوش، تصور أننا نقدروا نتفاداو النازية والحرب العالمية الثانية بكل الويلات ديالها، نتفاداو الحرب الباردة وزيد، لأن هذا الشيء كامل كان تبعيات ديال الحرب العالمية الأولى. عقلتوا على ديك المقارنة اللي درنا مع ماتش ديال البوكس، أنك تضرب الخصم بضربة قاضية ويسالي الماتش حسن من أنك تهلكو عصا 12 جولة. نرجعوا للسيناريو المؤسف اللي وقع بالصح. الحلفاء هاربين باتجاه باريس والالمان تابعينهم، وكل شي عارف ان هاد المطاردة هادي غادي تسالي بواحد المواجهة كبيرة نورمال. المشكل هو ان الحالة ديال الجيوش، لا الحلفاء ولا الالمان، حالة مزرية. هاد العسكر كانوا تيمشيو عشرات الكيلومترات على رجليهم كل نهار، النعاس والو، الماكلة قليلة، اللي مهرس اللي مشوقر اللي مريض، إلا شفتيهم غيصحابك زامبيس حي وميت. بسبب الطريقة كيفاش كانوا تيتمشاو تسمات المسيرة ديالهم مسيرة النعاس، حيت كانوا تيتمشاو منونخين بحال شي واحد تيطيح بالنعاس، لدرجة أن شي وحدين كانوا تيحبسوا تيبقوا في بلاصتهم. الجسم ديالهم ما بقاش قادر يزيد خطوة وحدة، واخا دماغهم عارف بأن الألمان غادي يجيو يقتلوهم إلا بقاو حابسين. من جهة الألمان تا هما عندهم مشاكل كبيرة، باش تبقى تابع جيوش هربة منك كل نهار عشرات الكيلومترات ديال المشي، وكل مرة تدخل في معركة والمعونة تجي قليلة، راه ما سهلاش. تا القنابل ما بقاوش كافيين، ولاو تيقتصدوا، كل فرقة ولا عندها عدد محدود ديال القنابل اللي تقدر تستعمل كل نهار. كاين فرق كبير بين النظري والتطبيقي. في النظري تيبان كل شيء زوين وسهل، ولكن في الواقع الطبيعة الإنسانية تتلعب دور مهم. الناس تتعيا، تتجوع، تتمرض، تتموت. تا الألمان خسروا بزاف ديال العسكر،
زيد على هذا أن هيلموت فون مولتكه حيد بزاف ديال العسكر من الجبهة الغربية وصيفطهم لبلايص اخرين. الحاجة الوحيدة اللي كانت مازال تتعطي الامل للجيوش الألمانية هي أنهم قربوا لباريس، تيقولوا مع راسهم غير يوصلوا لباريس ويحتلوها الحرب وهاد المعاناة كاملة غادي تسالى. الحلفاء اللي هاربين من الألمان كانوا في الطريق ديالهم أي إشارة مكتوبة فيها باريس وشحال باقي من كيلومتر تيحيدوها. الألمان كانوا غاديين وما عارفينش واش قربوا ولا مازال بزاف. واحد الضابط ألماني تيعاود على واحد الموقف حضر ليه، هو أن واحد الجروب ديال الألمان لقاو في واحد مفترق الطرق لقاو بلاكا مكتوبة فيها باريس 37 كيلومتر. الألمان شافوها بحال إلا شموا الكوكايين، جهلوا بالفرحة، بداو تينقزوا بحال الحماق. شي وحدين بداو تيعنقوا البلاكا وتيبوسوا فيها، شي وحدين بداو تيشطحوا، بداو تيغنيو، كلشي توقد، كلشي ولا فيه الحماس بحال إلا ما داز عليهم والو. باريس على الأبواب، وهاد البلاكا أول دليل شافوه بعينيهم. الألمان على مشارف باريس. الجيوش الفرنسية ديجا كلات الدق 2 مرات على يد الألمان. شنو اللي غادي يحمي فرنسا من هزيمة أخرى؟ منطقيا الألمان غتربح، ولكن هنا فين غادي يبان هذاك خونا اللي هضرنا عليه بزاف، قائد أركان الجيش الفرنسي جوزيف جوفر. هنا فين غادي تبان الأهمية ديال هذا السيد. الجنرالات ديال فرنسا متفقين على أن كون ما كانش هاد جوزيف جوفر كون فرنسا هزها الماء وكلها الحوت. جوزيف جوفر هو اللي كانت فرنسا محتاجاه في الحرب العالمية الثانية وما كانش عندها. خاصنا نفهموا الوضعية فرنسا في هذا الوقت باش نفهموا القيمة ديال صاحبنا جوفر. الحكومة هزات قشاوشها وعلقات من باريس، مشات لبوردو، أبعد منطقة ممكنة. كل شيء تيقفقف، كل شيء في حالة شبه استسلام. القيصر الألماني ناشط، يعني القضية السور، غير مسألة وقت والألمان غيحتلوا باريس. جوزيف جوفر بحال الثلاجة، أعصاب باردة. أول حاجة دارها بدا تيغربل الجنرالات ديال الجيش، اللي ماشي عصبة ومقد كركبوا مع الباب برا. في أقل من 10 أيام جرى على 140 واحد، ريوس كبار ماشي خروطو، جرى عليهم وعوضهم بناس مناسبين يستحقوا المناصب اللي خداو. حيد دوك اللي كانوا واخدين المناصب غير بالنسب ديالهم ولا حيت عندهم شي منصب مدني كبير، حيدهم وعوضهم بناس اللي مجربين الحرب وبينوا أنك تعول عليهم في أصعب المواقف. الرجل المناسب للمكان المناسب. هاد الناس جداد حيت ولاد الحرفة ومجربين، كانت عندهم القدرة على تشجيع العسكر والتهييج ديالهم. جوفر بدا تيجمع العسكر وتيحطهم في المناطق الحساسة، تيجيب العسكر من أي بلاصة ولا تيميخل على العسكر. واخا في شي بلايص فرنسا محتاجة العسكر باش يدافعوا على الحدود، جوفر ما مسوقش، تيجيبهم لباريس. بدا تيجيب الناس من المستعمرات، تا دوك اللي كانوا مضروبين ولا مجروحين رجعهم للجبهة. منين ما لقى هز في الترانات وجيب. صوب 2 ديال الجيوش جداد من والو. شوية بشوية داك لافونتاج ديال العدد اللي كان عند الألمان بدا تيغبر. جوفر النهار كامل تيدور على الجنرالات، تيتشاور معاهم، تيصحح الأخطاء، تينظم، تيقاد. وهذا الشيء كامل كان تيديرو وهو مكالمي بحال إلا داق لي بارد البنج. الألمان وصلوا لباريس. في عوض ما يدخلوا لباريس نيشان، دازوا من الجنب في الشرق ديال المدينة حيت بغاو يحبسوا العسكر د الحلفاء اللي هاربين. هنا غادي تعطى الجيوش اللي كانت تتسنى باش تدافع على باريس، غادي تعطاها فرصة ذهبية ما كانوش تيحلموا بها.
من دار الجيش الألماني باتجاه الشرق عرى على راسو، ما بقاش محصن. فرنسا وصلها الخبار وبانت ليها الهمزة، ولكن فرنسا بوحدها ما غاديش تقدر على الألمان. فرنسا محتاجة للقوات البريطانية تعاونها. هنا غادي يمشي جوزيف جوفخ غيتلاقى مع القائد ديال نقالزة، واحد السيد سميتو جون فرنش. اللي تيضحك في هاد جون فرنش أن سميتو بالإنجليزية تتعني فرنسي، فرنش، وكان ما تيحملش الفرنسيين. كان تيستهزأ من الجيش ديالهم لأن ما منظمش، وكان تيسبي فيهم الخسائر اللي وقعت للجيش ديالو هو. المهم جوفخ تلاقى مع خونا باش يقنعوا أن بريطانيا تهاجم الألمان مع فرنسا. تخيلوا دابا جوفخ وهاد فرنش مريحين، ما تيفهموش اللغة ديال بعضياتهم، معاهم مترجم. هاد فرنش كاعي على الوضعية وما باغي يدير حتى شي حاجة، وجوفخ نقالزة وهما الأمل الأخير ديالو باش يعتق بلادو. فهنا جوفخ غادي يدير واحد الخطاب مزلزل، ماشي حتى من عادته، هو نورمالمون إنسان كالم. جوفخ غادي يقول لفرنش وصلت الساعة المعقول، هذه هي الفرصة، ما خصناش نفلتوها، خاصنا ندخلوا المعركة بالناس كامل اللي عندنا وبدون تحفظات. من جهتنا حنا عطيت الأوامر ديالي باش كل شي هاجم، يطرى اللي يطرى غادي نرمي الجيش ديالي كامل باش نحقق النصر وباش نحافظ على فرنسا. باسم فرنسا جيت عندك نطلب منك المساعدة بكل ما أوتيت من قوة. ما نقدرش نتخيل أن بريطانيا ترفض تدير الواجب اللي عليها في هذه الأزمة الصعيبة اللي تنعيشوها. التاريخ ما يغفرهاش لكم. سيدي المارشال، راه الشرف بريطانيا علاش تنهضروا هنا. جون فرنش سمع الهضرة زعزعاتو، قال جوزيف جوفخ اوكي صافي غادي نشوفو كي نديرو. معركة المارن الأولى، سميتها المارن على سمية الواد لا مارن، هاد المعركة اللي غادي تبدا دابا من أعقد وأغرب وأبشع المعارك اللي داز في التاريخ. قلنا أن الجيش الألماني الأول دار خطأ كبير، أنه بقى تابع دوك اللي هاربين وما عارفش أن الجيوش الفرنسية اللي وجد جوزيف جوفخ تتسناه. الفرنسيين براسهم ما فهموا والو، شافوا الجيش الألماني دار وعرى على جنابه. جوزيف جوفخ صيفط الأمر ديالو للجيوش كاملة باش تهجم، قال لهم غادي ندخلوا دابا المعركة اللي غادي تحدد المصير ديال فرنسا، تا واحد ما يشوف موراه، كل شي يزيد القدام باش نخرجوا العدو من بلادنا. اللي ما قدرش يزيد القدام يحافظ على البلاصة اللي فيها وما يرجعش اللور، واخا يكون الثمن هو حياته. في هذه الظروف اللي احنا فيها اي ضعف او عمل جبان ما غاديش نتساهلوا معه. تا دوك اللي وصلوا مجرتلين ايام وايام وهما هاربين من الالمان، تا هما وصلتهم الاوامر انهم يدوروا ويحاربوا. بنادم بحال الميت، لا هو لا السلاح ديالو، وخصو يدور يحارب. هنا تيبان الدور ديال القادة الجداد اللي حط جوفخ. واحد من دوك القادة قال للعسكر ديالو إلا نتوما ما بقى فيكم ما يتجمع، الألمان راه كتر منكم، اللي غيربح هاد الحرب هو اللي غادي يصمد كتر. نوضوا تهجموا، اللي ما قدرش ينوض الموت ديالو حسن من حياته. الحلفاء هجموا على الجيش ديال ألكسندر فون كلوك، وهي تحل قدامهم واحد الفجوة ما بين الجيش الأول الألماني والجيش الثاني الألماني، طول ديالها تقريبا 50 كيلومتر. في هذه الفجوة هذه دخلوا الحلفاء. يعني الألمان وقع لهم واحد السيناريو مكفس، بحال شي مرض خبيت دخليك في الكرش وتيقطع فيك من الوسط. هاد المصيبة اللي وقعت للألمان ما كانش خطة خططوا ليها الحلفاء، كانت غير زهر دجاجة بكامونها وقعت في يد الحلفاء. العسكر اللي كانوا
وسط المعمعة براسهم تعجبوا، لقاو راسهم غاديين وتيغرقوا، والمقاومة الألمانية ضعيفة حيت العسكر ديال الحلفاء مع من كانوا تيتلاقاو غير مع الطراف من الجنب ديال الجيش الألماني، ماشي مع راس الحربة. السؤال هنا هو علاش الألمان الجيش الأول والجيش الثاني ما يدوروش ويتقلبوا بجوج على الحلفاء اللي دخلوا بيناتهم ويقضيو عليهم؟ الجواب سهل، حيت كل جيش كان ديجا تيدابز مع جيوش أخرى، فإلا داروا باش يحاربوا اللي الوسط، هادوك اللي كانوا تيدابزوا معاهم غادي يتقلبوا عليهم. بعبارة أخرى، الألمان تصيدوا تصيدة خايبة. هيلموت فون مولتكه تهلك، تحطم نفسيا. الخطة الألمانية اللي سنين وهما تيوجدوا فيها تتفرتت دابا قدام عينيه. تخيلوا حجم المسؤولية اللي على كتاف هذا السيد هذا، الحجم ديال الستريس، ديال الضغوطات. الناس اللي كانوا مع هيلموت فون مولتكه عاودوا لينا كيفاش أن السيد تهرس، انهار تماما. بطبيعة الحال ألمانيا دارت أخطاء في الهجوم ديالها، ولكن ما خصناش ننساو الشجاعة والاستماتة ديال الفرنسيين. كما تيقولوا الحق ما شهدت به الأعداء. ألكسندر فون كلوك قائد الجيش الأول الألماني ذكر هذا الشيء من بعد الحرب، من كان تيوصف شنو وقع. قال لك أن عسكري يبقى تيدافع على بلاصتو ويموت فيها، هذا أمر عادي في كاع المعارك تيطرى، ولكن أن عسكري اللي 10 أيام وهو هربان جيعان نعاس قليل وتايلا نعستين عسكري في الزنقة ميت بالعيا مهلوك بحال الميت، أن هذا العسكري هذا يحبس ويدور ويهز السلاح ديالو ويهجم عليك، هذه حاجة فاجأتنا كاملين. هذا ألكسندر فون كلوك قائد الجيش الألماني الأول اللي تيهضر. معركة الماغن الأولى كانت فاجعة إنسانية. في سيمانة ديال القتال وصلت الخسائر البشرية لأكثر من 500,000 ما بين قتيل وجريح، أرقام انكرويابل. الحرب يلاه بدات، مازالين في الشهر الأول ديال المعارك وديجا تقتلوا 1,000,000 ديال البشر، 1,000,000 في قل من شهر. في الحلقة الجاية غادي نعيشوا أحداث جديدة من هذه الكارثة اللي غادي تحصد المزيد والمزيد من الأرواح.